الاختبار بعد كده اختبار ثبات الحجم او التمدد، الساوندنس. قلنا الاسمنت الخاصيه اللي بخاف منها في الاسمنت جدا هو خاصيه عدم ثبات الحجم. الانكماش والتمدد هي اللي بتسبب لي الشروخ في الاسمنت لما بينشف. فلازم ثبات الحجم او التمدد ده لازم بختبره ازاي؟ بطريقه لو شاتيليه. يبقى ثبات الحجم او الساوندنس هو مقدار التغير غير الضار، انا بقول ثبات بقى، يبقى التغير غير الضار في حجم العجينه الاسمنتيه المتصلده نتيجه الاماهه المتاخره لاكاسيد الكالسيوم اللي هو الجير والمغنيسيوم. تمدد الاسمنت ده لو زاد عن المسموح بيسبب لي الشروخ وبيؤدي لي تفتت الخرسانه وبيقلل لي من مقاومتها وتحملها مع الزمن. بقيس ازاي؟ عندي قالب لو شاتيليه عباره عن قالب معدني ليه دراعين، شايفين الدراعين دول؟ ما بين الدراعين ده في شق راسي، يبقى الاسطوانه دي مشوه من ايه؟ مشوه بالكامل في الطول كده وعليها دراعين في الجنب. بحط العجينه في القالب ده بحيث لما العجينه جوه تتمدد الدراعين دول ايه؟ هيتحركوا. اول حاجه بعملها على عجينه ذات قوام قياسي، يبقى بحدد كميه الميه في الاول وبحدد العجينه ذات القوام القياسي. ادي القالب اهو، قالب صغير، ابعاده صغيره يعني. بحط فيه كميه العجينه اللي هي ذات قوام قياسي، بملى وبحط عليها لوح معدني وزنه معروف. لو الوزن ده قليل بحط عليه وزن من فوق، بسيبه في درجه حراره الغرفه لمده 24 ساعه لحد لما ينشف. خلاص؟ وبقيس ادي الذراعين اهو. المسافه الابتدائيه بقى بتاعتي اكس واحد دي هي المسافه ايه؟ ما بين الذراعين بقاسي. خلاص؟ ادي المسافه ما بين نهايه الذراعين اهي. عمل نقطتين مثلا او يقيسها بالمسطره ويشوف اكس واحد دي كام قد ايه. عندي الاختبار بقى على البارد او ممكن اعمله على الساخن سريع. اختبار على البارد بحطه في حمام ميه اهو لمده 7 ايام. بسيبه لمده 7 ايام في الميه، درجه حرارتها 25 درجه، ما بتقلش او بتزيد. بعد ال7 ايام دول ما يخلصوا بجيبها واقيس المسافه الثانيه اللي هي اكس 2. خلاص؟ اطرح اكس 2 من اكس 1. مقدار التمدد ما يزيدش عن كام؟ عن النسبه اللي قلنا عليها. الطريقه الثانيه طريقه الغليان. انا مش هستنى 7 ايام، انا هعمل ايه؟ هحطه في درجه حراره 25 وهزود خلال 30 دقيقه يوصل لدرجه الغليان. بسيبه في درجه الغليان دي لمده ساعتين. خلاص؟ وبعد كده بطفي الحراره، اسيبه لحد لما يرجع تاني لحد درجه 25 درجه مئويه. خلاص؟ واقيسه. يبقى خلال ساعتين اقدر اعمل الاختبار ده واقيس اكس 2 ناقص اكس 1. اقل حاجه في الاختبار ده عينتين، يبقى نعمل قلبين مع بعض ونعمل بيهم نفس الطرق دي مع بعض بحيث ناخد متوسط الايه؟ متوسط القرايتين. الفرق بقى ما يزيدش عن كام؟ عن 10 مللي لجميع انواع الاسمنت ما عدا عالي الكبريتات 5 مللي. تقدر تعمل الاختبار ده لجميع انواع الاسمنت ما عدا نوع واحد اللي هو النعومه بتاعته 4100 ده بنعمل له اختبار تاني اسمه الاوتوكلاف.